يلا بينا بقى. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كشري الحله الواحده. انا كنت الاول بعمل الكشري كل حاجه لوحديها، والغلبه بتاعت كل حاجه لوحديها، و100 حله تتبهدل. من ساعه ما جربت الطريقه دي بصراحه خلاص بطلت اعمل اي طريقه تانية. اول حاجه عملتها قطعت بصل كده شرايح رفيعه، هنحط له نشا. لازم يكون الزيت سخن خالص. نفرط البصل من بعضه. سامعين صوت القرمشه؟ هنعمل ايه بقى؟ تاني حاجه المفروض ان احنا نحمر الشعريه، بس انا عندي الشعريه محمره فهخليها في الاخر. هنحط بقى دلوقتي الرز نحمره. كل كوبايه رز احط لها نص كوبايه عدس. عملت ايه في العدس بقى؟ لازم تنقعيه على الاقل ساعه في ميه دافيه. بصوا الميه لونها بقى عامل ازاي، بتخليه ينزل اللون ده، فلما نيجي نحطه بقى في الكشري ما يلونش الرز، يبقى لونه بني. لما خلصنا البصل لو خدتوا بالكم ما غيرتش الزيت، هو الزيت بتاع تحمير البصل بنعمل فيه بقيه الكشري، نحمر فيه هنكمل فيه كل هي حله واحده. احلى حاجه فيه وطعمه تحفه تحفه. لو عملتوه هتبطلوا الغلبه بتاعت ميلا دي عشان نعمل بس حبه كشري. كده كفايه قوي على الرز. ننزل بقى بالعدس بعد ما صفيناه. كده العدس ميته نشفت كويس وخد تحميره كده مع الرز. ننزل بقى بالمكرونه الخواتم دي. المكرونه احنا مش عايزينها تلون، مش عايزينها تتحمر يعني. ننزل بقى بالمكرونه سباكيتي كسرناها، ننزل بيها برضو. مش عايزين نحمرها خالص. واجيب بقى الشعريه، احط معلقتين 3 كبار حلوين كده. الملح، ادي معلقه 2. هنعمل بقى ايه؟ ننزل بالميه، والميه تغطي العدس بقراط كده، يعني حته كده زياده. واحط كمان مكعب مرقه. ومكعب المرقه اختياري، مش عايزه تحطيه مش مشكله. يلا هننزل بالميه. هنغطيها بقى ونسيبها تستوي براحتها. يلا نعمل الصلصه بتاعت الكشري. حطيت هنا بس الثوم، ريحته تطلع كده.
معلقة خل، ننزل بالصلصة. دي صلصة انا مسبكاها، ونحط معلقة صلصة عشان اللون، كمون، نحط مثلا معلقة ونص كده، معلقتين صغيرين فلفل اسود، شطة، نتوصل الشطة شوية، ومعلقة ملح، معلقة كبيرة حلوة كده مليانة، ومعلقة كزبرة ناشفة. نحط كده نص معلقة سكر بس، لازم تكون خفيفة كده، مينفعش نسبكها اوي، هي بس تاخد غلوة كده ونطفي عليها. بس كده كفاية قوي الصلصة كده عشان تبقى خفيفة، مش عايزين نسبكها. عايزة بقى اوريكم الكشري بعد ما استوى عشان تشوفوا ازاي مفلفل وجميل. شايفين بقى الكشري عامل ازاي وتحفة والله، واريح كتير كتير من انك تقعدي تعملي مليون حلة. يلا بقى عشان نغرف. بس ادي كشري الحله الواحده، ايه رايكم بقى؟ يا رب تكون عجبتكم والطريقه سهله. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.